تعالى لي يا مدير كده، قول لي بامانه، كم مره احتجت انك تعلي صوتك علشان تحس انك مسموع والناس تحترمك؟ طب وهل وقتها الناس فعلا اتبعتك واحترموك ولا كانوا بيتجنبوك؟ عايزين نعمل مايند سيت شيفت كده، ان القوه مش في الهيمنه، القوه في الهيبه. زي مديره كده تدخل اجتماع فالكل بيسكت، مش لان هي بتزعق، ولكن لان حضورها وهدوءها بيخلقوا كده احترام طبيعي. بيتر دراكر قال لنا، وده الاب الروحي للاداره الحديثه، ان الجريت ليدرز دونت ريز their voices, they raise their impact. لكن في شغلك كمدير الناس مش بتتبع اللي صوته عالي، بالعكس هما بيفهموا ان المدير اللي صوته عالي ده مندفع، متوتر، ومش مسيطر على الامور. ولكن الناس بتتبع القائد اللي صوته هادي، الواثق، بتحس انه مسيطر وهو فاهم هو بيقول ايه. الهدوء مش ضعف، ده علامة على النضج والثقة الداخلية. كل ما صوتك كان اهدى، كل ما كلامك كان اعمق واوضح وبيوصل للناس اسرع. خطوة عملية تقدر تعملها من النهاردة: لو انت حسيت انك عاوز تعلي صوتك، اسكت، انهي الموقف كده بهدوء، وروح هات ورقة وقلم واكتب فيها انت كنت عاوز تعلي صوتك ليه، وفرغ كل المشاعر اللي عندك، وارجع لها كمان ساعة. 80% من الحالات هتلاقي ان فعلا ما كانش ليه لازمة انك تعلي صوتك، وان هي كانت مجرد بس مضايقة جواك، ومجرد اللي انت طلعتها على الورقة خلاص ما بقتش محتاج تعلي صوتك. قول لي بقى دلوقتي، هل فعلا بتلجأ انك تعلي صوتك علشان تتسمع؟ وكان ممكن تتصرف ازاي بهدوء وانت محافظ على الهبة بتاعتك؟ مستنياك في الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض البيزنس بايت بتاعت ليد ويز إليجانس، وهنتكلم فيها ازاي ان التحكم بيكون في نفسك مش في الناس. ما تنساش تعمل سبسكرايب للتشانل علشان نكمل مع بعض الرحلة ونتعلم ازاي ندير بذكاء وروقان.